مرحبا بكل متابعين قناة طبختنا، إن شاء الله الكل بخير والسلامة. ويلا نسوي اليوم محشي ورق عنب أو يالنجي، طعام لا يقاوم. جهزت الخضار بالمحضرة حتى أفرمهم. هنا عندي بصل حجم وسط، فص ثوم، كرفس وورق النعناع. أفرمه ناعم بهذا الشكل. نقعت 3 أكواب تمن تقريبا ساعة، وأنزل الخضار وأضيف 3 ملاعق من معجون الطماطة، وراح أضيف لامندوزي وملح وسكر من كل شي ملعقة. أضيف السكر حتى يتوازن عندي الطعم، طعم الحموضة والملوحة. للحشوة أضيف ملعقة من الفلفل الأحمر البارد، وملعقة من 7 البهارات، وملعقة كزبرة، وملعقة فلفل أسود، وأضيف نص كوب زيت. وأكيد راح أكتب لكم مكونات الحشوة بصندوق الوصف. وهسه أضيف دبس الرمان ينطيها طعم كلش طيب. أو أرجع أخلطهم. وهذه الحشوة صارت جاهزة. هنا عندي ورق عنب غسلته ورجعت سلقته بمي وزيت. صفيت قطع البوتيتا بأسفل الجدر، وأبدي ألف ورق العنب بهذه الطريقة. طريقة اللف سهلة، أهم شي تكون الحشوة داخل الورقة وما تطلع لي برا. ومثل كل مرة راح أحاول أختصر عليكم الفيديو وما أطول، وراح أقطع التصوير أكمل وأرجع لكم. وكملت لف ورق العنب. هنا راح أخلي هذا الثقل بالجدر، وأضيف كوب مي فقط، كوب واحد، لأن الخضار راح أذب المي اللي بيها. والتمن أصلا أني منقعته قبل وقت. وهنا أنا أول ما بدأ يفور الجدر، هذه أول 10 دقائق، راح أدي النار للأخير وأتركها تنطبخ على راحتها حتى تستوي. وبعد ساعة كاملة صار عندي جاهز اليالنجي، وهذا شكله. هسه راح أقلب الجدر وما أحكي لكم على الريحة اللي بالمطبخ مالت اليالنجي ونكهة النعناع اللي بارزة. وأكيد راح تجربوها وراح تحكمون على الطعم. وهذا شكلها. أتمنى عجبكم الفيديو وتطبقوه بألف صحة وهنا. هسه راح أشيل وحدة أفتحها حتى تشوفون الحشوة من الداخل. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وسهمكم العافية.